مسلسل شرارة، التعريف الكامل. في بيت واحد اشتعلت الحروب الصامتة، 3 زوجات وصراع لا يرحم، وامرأة غامضة ستكون هي الشرارة التي ستحرق كل شيء. أهلاً بكم. اليوم معنا مسلسل من أقوى أعمال الدراما العراقية في رمضان 2026، مسلسل شرارة. خلينا نحكي كل التفاصيل اللي لازم تعرفوها عن هذا العمل. أولاً، قصة مسلسل شرارة. مسلسل شرارة هو عمل درامي اجتماعي عراقي تدور أحداثه داخل بيت واحد تعيش فيه 3 زوجات، أو كما يقال ضرائر، كل واحدة منهن تحاول تثبيت مكانتها والسيطرة على أجواء البيت. لكن الصراع هنا مو مجرد غيرة عادية، الصراع أكبر من ذلك. كل زوجة عندها أسرارها، طموحاتها ومخاوفها. البيت يبدو من الخارج هادئ، لكن داخله نار مشتعلة. وفجأة تدخل امرأة غامضة إلى حياتهم. هذه المرأة لا تأتي صدفة ولا تدخل بلا هدف، بل تحمل خطة وانتقام وحسابات قديمة. ومن هنا تبدأ الشرارة التي تغير كل شيء. أبطال مسلسل شرارة. العمل يضم مجموعة مميزة من النجوم العراقيين، ومن أبرزهم بكر خالد، سولاف جليل، كادي القيسي، هبة عادل، أحمد الخفاجي، آسيا كمال، مصطفى داخل، جمان كاظم، وغيرهم من النجوم. كل شخصية في العمل لها دور محوري في تصعيد الأحداث، والصراع ليس بين شخصين فقط، بل شبكة علاقات معقدة تتشابك مع بعضها في العمل. الإخراج والكتابة. المسلسل من إخراج أياد نحاس، والسيناريو والحوار للكاتب محمد حنش، وهذا التعاون يعطي العمل طابع درامي مكثف، لأننا أمام قصة تعتمد على التوتر النفسي والمواجهات المباشرة والحوارات القوية. موعد العرض وأين يشاهد؟ مسلسل شرارة يعرض ضمن موسم رمضان 2026 على قناة MBC العراق، ومتاح أيضاً عبر منصة شاهد VIP، يعني بتقدر تتابعه سواء على التلفزيون أو أونلاين. تحليل أولي للعمل. ليش مسلسل شرارة ممكن ينجح؟ أولاً، فكرة الضرائر والصراع داخل البيت فكرة قوية درامياً، لأنها تمس جانب اجتماعي حساس. ثانياً، وجود عنصر المرأة الغامضة يضيف عنصر التشويق والانتقام. ثالثاً، العمل يعتمد على المواجهات النفسية والمشاهد المشحونة بالعاطفة. ومن البرومو واضح أن المسلسل فيه مشاهد مواجهة قوية، حوارات حادة، وانفجارات درامية متتالية. السؤال الحقيقي هو: من ستنتصر في النهاية؟ وهل ستنجح المرأة الغامضة في تنفيذ خطتها أم تنقلب الأمور عليها؟ ماذا نتوقع من الحلقات الأولى؟ غالباً الحلقات الأولى رح تركز على تقديم الشخصيات، توضيح طبيعة العلاقة بين الزوجات، ثم إدخال عنصر الصدمة مع دخول الشخصية الجديدة، ومن هنا يبدأ التصعيد الحقيقي. الخلاصة: مسلسل شرارة يبدو أنه واحد من الأعمال اللي رح تثير جدل في رمضان بسبب فكرته الجريئة وصراعاته العائلية. إذا كنت من محبي الدراما الاجتماعية، المواجهات النفسية، والقصص اللي فيها أسرار وانتقام، فهذا المسلسل غالباً رح يكون ضمن قائمتك في رمضان. خبروني بالتعليقات، مين تتوقعوا تكون الشرارة الحقيقية؟ وهل تعتقدون أن المسلسل رح ينجح بقوة في رمضان؟ إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك، ورح نعمل تحليل لكل حلقة أول بأول. نشوفكم بالفيديو الجاي.